في كل مكان في العالم في أسرار أكبر من الخيال، أسرار بتتوالى وراء حجاب من الغموض. ولما نسمع كلمة الزئبق الأحمر بنفتح بوابة لسر قديم، سر مفيش حد قدر يفهمه بالكامل لحد النهاردة. الزئبق الأحمر مش مجرد مادة، ده لغز بيحرك أحلام وخوف في نفس الوقت، وبيخلي الناس تسأل إيه اللي ممكن يكون وراها. في قديم الزمان ممالك سقطت وإمبراطوريات انهارت، وده بسبب رحلة البحث عن الزئبق الأحمر. بيقال إنه مفتاح السحر والخلود، وإنه كان القوة الخفية اللي بتحرك العالم من ورا الستار. بيحكوا إن كل تمثال قديم وفي كل قبر ملكي في سر مدفون اسمه الزئبق الأحمر، المادة اللي بتخلي اللي يملكها يملك قوة تفوق الخيال. هل الزئبق الأحمر حقيقي؟ هل ليه قدرات خارقة بتغير مصير البشر؟ وليه في ناس بتدور عليه كأنه مفتاح لكل شيء؟ استعد معايا لأن في الفيديو ده هنفك مع بعض الشفرات وهنكتشف كل التفاصيل اللي تخصه اللي محدش اتكلم عنها قبل كده. الزئبق الأحمر دايما بيدور حواليه أسئلة كتير من أول ما بدأ الناس تقريبا يسمعوا عنه. اتوصفت المادة دي بإن هي نادرة جدا، لدرجة إن في ناس بتقول إن مفيش غير كذا جرام منها في العالم كله. واللي بيخلي الزئبق الأحمر فريد هو إنه يقال إن ليه قدرة غير طبيعية في إنه يقدر يشغل مفاعلات نووية، لحد إنه بيستخدم في تحنيط الجثث، وده طبعا عند المصريين القدماء. لكن السؤال بقى هنا، هل الكلام ده صح ولا مجرد إشاعات؟ الزئبق الأحمر دخل التاريخ والأساطير من الباب الكبير. على مر العصور كتير من الملوك والأثرياء كانوا بيحلموا بامتلاك المادة دي، وبيقولوا إن الخيميائيين في العصور الوسطى كانوا بيجروا وراها لأنها جزء من تحويل المعادن العادية لذهب، وإنها كمان بتمثل الخلود. لكن في العصر الحديث الزئبق الأحمر بقى جزء من قصص تانية، زي إنه مثلا ممكن يكون جزء من برنامج نووي سري. وفي تقارير بتقول إن بعض الدول الكبيرة كانت بتسعى ورا المادة دي علشان يقدروا يستخدموها في تطوير أسلحة دمار شامل. لو بصينا على الجانب الاقتصادي بقى عزيزي المشاهد، هنلاقي إن الزئبق الأحمر بقى تجارة مربحة. الناس مستعدة تدفع الملايين علشان يحصلوا على المادة دي، والكلمة اللي دايما بتسمعها إن جرام الزئبق الأحمر ممكن يبقى أغلى من الذهب. واللي زاد الموضوع غرابة إن في ناس بتزعم إنها حصلت عليه. في الحقيقة كده عزيزي المشاهد، كتير من القصص دي ممكن جدا تكون عمليات نصب متقنة، لأن في تجار غير شرعيين بيبيعوا زئبق أحمر مزيف بأسعار خيالية. الزئبق الأحمر مرتبط بتجارة الآثار، لأن في ناس بتعتقد إن المادة دي ممكن تتواجد جوه التماثيل والآثار القديمة. في عام 1990 بدأت قصة شهيرة عن الزئبق الأحمر تظهر للعلن. سربت معلومات عن مجموعة من العلماء في إحدى الدول العربية، قال إنهم اكتشفوا طريقة لصنع الزئبق الأحمر. تخيل العلماء دول كانوا بيبحثوا عن مادة مش موجودة أصلا، وإن الرواية دي كانت درس للجميع حول أهمية التحقق من المعلومات، لأن الأساطير أحيانا ممكن تكون أخطر من الحقيقة. تعالوا بقى ناخد الموضوع من الناحية العلمية. العلماء بيقولوا إن مفيش حاجة مثبتة علميا اسمها الزئبق الأحمر، وإن المادة اللي العلماء يقدروا يأكدوها هي الزئبق العادي كده اللي بنشوفه في الترمومترات أو البطاريات. لكن الزئبق الأحمر مفيش أي أدلة حقيقية على وجوده. وكمان الدراسات الحديثة بتقول إن ممكن تكون كل الحكايات دي مجرد خرافات وأساطير تناقلتها الأجيال، وإن الزئبق الأحمر ما هو إلا وهم. في أساطير بتقول إن الزئبق الأحمر موجود في أماكن سرية حول العالم، ويقال من بعض الناس إنه موجود في قلب الأهرامات المصرية، وآخرين بيعتقدوا إنه موجود في كنوز مخفية جوه الجبال أو الكهوف القديمة. كمان في نظريات بتقول إن الزئبق الأحمر متواجد في أماكن عسكرية سرية تحت الأرض. وكل اللي بيتقال ده عزيزي المشاهد بيزود الغموض أكتر حوالين المادة دي. في النهاية الحقيقة المرة اللي لازم نعترف بيها هي إن الزئبق الأحمر لسه غامض، بالرغم من كل الحكايات والأساطير اللي اتحكت عنه لسه مفيش إجابة واضحة. فهل هو حقيقي وبيتم إخفائه عن الناس، ولا هو مجرد خدعة؟ لو تعرف حاجة عن الزئبق الأحمر يا ريت تشاركها معانا في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو واشتراك في القناة. الله غالب.
سلام.